شعر. طب احنا هنبتدي ايوه بغير، لانه دي اكتر حاجه قلتها واخده شعبيه كبيره قوي يا هشام. يعني على المنتديات في النت لما بتقول يعني بتعمل حفله. انا اولا برحب بيك يا محمد سعد، انت طالب في كليه في معهد الموسيقى العربيه. اهلا بيك. احنا حبينا انه الوضع يبقى قريب شويه من اللي بيتعمل في ساقية الصاوي، ان يبقى في خلفيه موسيقيه. وعلى فكره الخلفيه مش دايما بتبقى طبلة ومزمار زي ما حصل، او دلوقتي عود شرقي، لا بيبقى فيه تشيلو وكونترباس يعني بتعملوا حاجات غريبه شويه بس على فكره حلوة. محمد سعد هو اللي بيألف المقطوعات اللي بتتجل. محمد سعد هو المؤلف الموسيقي. لا معلش سؤال، هي دي مقطوعات انا فاكراها تقاسيم وحاجات محفوظه خالص. هي مؤلفه للشعر، هي قصيده، ومحمد سعد بيكتب يا جماعه انتوا بتحبوا قوي اللي انتوا بتعملوه من لدرجه حضرتك ما تتخيليهاش. هو زي ما قال هشام، هو جالنا بساطه. لما اتعرفنا على هشام واحنا في فريق بساطه، احنا بنلعب مزيكا وبنلعب اغاني، بس ايه شعر على مزيكا ده؟ يعني ده ايه الجديد؟ واحنا اصلا يعني مش احنا كلنا طبعا، يعني فينا مثلا نبيل لحود وايهاب عبد الواحد بيسمعوا شعر وبيتذوقوا الشعر، لكن اللي من سني وبقيه اخواتي اللي في بساطه ده شعر ايه؟ مش متذوقين الشعر، يعني الجيل اللي اتظلم. يعني قول ما تتكسفش من هشام، ما بتطيقوش الشعر. ايوه لا والله فعلا من الجيل اللي اتظلموا، يعني خلينا نعترف ان شعبيه الشعر في ال 30 سنه الاخيره شعبيه الشعر اقل، دي حقيقه. ففضل نبيل لحود وايهاب عبد الواحد ورانا، اللي هو يا جماعه الكلمه الاول، وفعلا ده مبدا فريق بساطه، ان الكلمه اولا يعني. فطبعا الكلمه اولا، وهشام الجخ راح جاي ولاعب علينا، بيلعب على مزيكتنا وبيقول شعر. هي حاله مبدئيا خدتنا كلنا، يعني حاله حلوه، يعني مش لازم ان انا اجيب الكلام والحنه والعب عليه مزيكا. طب ما المزيكا والكلام بيتسرد، المهم ان هي حاله تبقى ممتعه. بالظبط. طيب هنبتدي بايوه بغير. بتغير من ايه يا استاذ؟ اتفضل. وبقول لها ايوه بغير، ايوه بغير، لا انا نقصان ولا ضعفان ولا مسطول ولا سكران ولا زايغ من عين الضي، ولا حد احسن مني في شيء، بس بغير. واللي قالوا لك غيرة الراجل قلة ثقة او قلة فهم، خلق حمير. غيرة الراجل نار في مراجل، نار بتنور ما بتحرقش، واحنا صعايدة بنستحملش. شمسنا حامية وعرقنا حامي وطبعنا حامي، واللي تخلي صعيدي يحبها يبقى يغلبها. اصلنا ناس على كد الطيبة كلنا هيبة، والنسوان في بلادنا جواهر. طب لو عندك حتة ماس هتخليها مداس للناس، ولا هتكفلي أوضة عليها ب100 ترباس؟ يمكن حتى تأجري ليها جوزين حراس. يبقى أنا لا أنا غافل ولا جاهل، كل الفرق ما بيني وبينك إني صعيدي. ينعل أبو ده اليوم اللي كحل، اللي لا ليه آخر ولا أول، اللي طلعت لقيتني صعيدي. لو كان بيدي كنت أعمل لك هندي بريش، واقلب شعري كنيش كرابيش، والبس لك سلسلة متدلدلة خرزة وقلب. بس ازاي البس لك سلسلة؟ هو انا كلب؟ ثم العبرة ماهيش في اللبس، اصل المشكلة مش في اللبس، اصل المشكلة عندك. اصل المشكلة عندك. قلت حسيبها وبكرة تحس، بعده تحس. ده انا لو جبس كنت زعكت. ماشي صداقة وماشي زمالة، بس ما جتش على الرجالة. ما هي نسوان الدنيا كتير، وانا ما بقولش تخاصمي الناس، ولا تتحجبي عن الرجالة، ولا تعتكفي وتسكني دير. بس يا ريت حبة تقدير اني بحبك، واني بريدك، واني زرعت حياتي في ايدك.
واني غزلت بنات الدنيا عجود على جيدك، واني تعبت من التفكير واني بغير. انا سمعت القصيده دي طبعا مثلا 5 6 7 مرات، وكل مره ادائك بيقنعني ان انا اسمعها واستمتع بيها يا هشام. قول لي انت شعر المحبه والمشاعر والحب عندك كده في ايه؟ تحس انه قسيت كتير يعني. كل ما اشوف لك حاجه تحس انك ايه يعني، في بينك وبين بنات حوا طار بايت. يعني والله. واضح انك تحب انما ده انا اكتر حد بيحب يحب، ده انا بحب وانا في الشارع، ده انا يا لا. ايوه بس دايما مجروح، دايما حاسس ان اللي قدامك ما قدرتش الحب اللي انت اديته له. ما هو ان ما كانش الواحد مجروح مش هيكتب. فهو مش دايما مجروح، هو دايما بكتب وانا مجروح، والناس بتشوف اللي بيتكتب، مش بيشوفوا انتصاراتك، هم بيشوفوك وانت مهزوم، لان انت وانت مهزوم بس بتكتب. انت بتعمل حاجه كمان غريبه، انت بتمزج ما بين الشعر باللهجه الصعيديه والفصحى، يعني تلاقي كده شطرتين 3 فصحى وبعد كده تدخل على اللهجه الصعيديه. بنعمل ده في بعض القصائد. انت قلت ايه؟ اركان الانسان 5. بني الانسان على 5، بس مش عايز اقول القصيده دي. مش عايز تقولها؟ مش عايز اقول دي، خلينا في ايوه بس عندك بني الانسان على 5 قصيده ل5 بنات. بس في ناس بتاخد الكلام على المعنى السطحي بتاعه والمعنى المباشر بتاعه. فيعني في قصايد مش احيانا بتبقى مش للجمهور. طيب بتبقى انت كاتب دون علشان طيب نفسك. مش كفايه مش كفايه غنوه، مش كفايه اخدتها ببساطه واتلحنت. مش كفايه طياراتكم مش كفايه، والمدافع مش كفايه، والجنابل والحصار والحرايق والدمار والدموع في عيون صغار والجناين تبقى نار مش كفايه ومش حكايه. لو عايزيني مره اخضع غيروني، شوفوا يمكن لو ده ينفع بدلوني، واما ما تلاقوليش طريقه واجهه لو مره الحقيقه، واجروا من قرآني آية تفهموا أصل الحكاية. إني بضحك على الجنابل، موتة جاية وقلبي قابل، تعرفوا إن الجنابل والمدافع والشظايا والسلاح اللي معاكوا ومش معايا مش كفاية. موتوني 1000 مرة ومش كفاية، غصب عنكم بلادي حرة وللنهاية، كلمة بكتبها بدماية للي يستشهد ورايا، إن تمن الجنة دي لو حياتك. احنا هناخد فاصل ونرجع تاني مع هشام الكحل.